تواصل مع حضرتك. اهلا يا استاذ جمال، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو المشكله دلوقتي انه يعني المعلومه اللي قالها المحامي هؤلاء انهم مقبوض عليهم في قضيه اخرى قبل الواقعه اصلا. ممكن يبقى هو المصدر، المصدر عليه هو الامن. لكن ممكن. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، وانت طبعا يعني يعني استاذ كبير لا ربنا يخليك. الله يخليك. انه يعني لا يمكن في امر من هذا النوع اطمئن الى مصدر واحد لانه قد يخدعني. يعني بالظبط. يعني دي قاعده، يعني قاعده مهنيه سليمه. ان يعني لما انه يبقى انا في يقول لي هؤلاء من هم أكتر من مصدر. هؤلاء، خصوصا اذا كان المصدر ده هو الامن نفسه. واضح ان التصوير ده ما تمش في النيابه العامه، ده تم في الحجز. يعني اصلا هو في تجاوز مهني لازم نقول عليه في البدايه، حتى لو كانوا هم دول ليهم علاقه بالواقع. يعني مش معنى انه مقبوض عليه في متهما في قضيه ان انا اشهر بيه واطلعه، لانه زي ما انت قلت حضرتك المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. بالظبط. ممنوع في العالم كله تصوير، خصوصا اذا كان بعضهم اطفال دون احداث دون السن، وفي قوانين تجرم عرضهم على هذا النحو، لكن هنتجاوز عن هذا. يعني لا، لكن القضيه الاساسيه انهم يعرضوا على الراي العام باعتبارهم مقبوض عليهم في قضيه تشغله الان، بينما هم لا علاقه لهم بهذه القضيه طبقا للبلاغ المقدم. انت بتفترض ان كلام المحامي هو الحقيقه. لا، انا بفترض انه الرقم اللي قاله لا يسمح بالتزوير. هو قال هم مقبوض عليهم في القضيه رقم كذا اللي تاريخها كذا، وخدوا عرضوا خدوا 4 ايام حبس، ثم جدد هذا الحبس قدام قاضي المعارضات يوم كذا في جلسه كذا. اذا ده كلام ما ينفعش الا انه، انا بتفق معاك تماما، لانه انا لابد اظن ان في شرك وقع فيه هذا زميلنا اللي الكلام عدى هذا التقرير. انا أيوة. اظن انه في شرك مسؤول عنه وقع فيه زميلنا اللي عدى هذا التقرير. وانا لا اجد اي حرج ان اقول لهذا الزميل انت اخطأت، لان كان لازم تتحقق من مصادر اخرى غير مصدر الامن. لان ياما زملاء بس طبعا الزملاء الكبار بيبقوا عرفوا هذا الموضوع، يستغلوا في استخدامهم مصادر تخدعهم، فيشيلوا هم ذنب المفروض ان هم كانوا بيتحققوا منه، لانه ما ينفعش من مصدر واحد. وما ينفعش اكتر من كده انه يعرض هؤلاء الصبية الصغار. دي جريمة على فكرة بقانون الطفل المعمول به في مصر حتى الآن، هذه جريمة للأسف الشديد. انا بتفق معاك تماما في كل الكلام اللي انت حضرتك قلته يا استاذ جمال، ان المسألة لابد ان دي تخضع للتحقيق، تحقيق النيابة العامة، وهي تعلن